السلام عليكم. اليوم غنقدم لكم واحد الكوتليت ساهل كيطيب في الكوكوط. المقادير: عندنا معلقه ديال البزار والملح على حساب هذا الحجم ديال اللحم، تقريبا كيلو ونص غادي يكون، وشويه الثومه، ضريصه ديال الثومه. هذا كوتليت كيوجد بطريقه سريعه وكيجي زوين. كنشدو اللحم كندهنوه بهذا الملح والبزار، وكيكون يلا تخرجيه من الفريغو، ما ديريش مطلوق، خرجيه من الفريغو ديريكت، دهنيه وتلوحيه في الكوكوط. بعد ما حطينا في الكوكوط غادي نلوحو عليه شويه الثومه، هكا ضريصه ديال الثومه، ونسدو الكوكوط. ما كنديرو لا ما لا والو، وكنديروه يطيب على عافيه مهيله. منين نسدو عليه كيف قلت لكم ما كنديروش فيه الماء، غير بداك الماء ديال الثلج اللي كيكون لاصق في اللحم صافي. وكنخليوه واحد نص ساعه. ملي تبدا تصفر الكوكوط نخليوه نص ساعه هي كتصفر ونحلوه. الا لقيناه طاب هو هذاك، ما لقيناش طاب كنعاودو نزيدوه شويه الوقت على حساب اللحم واش كبير ولا صغير. ها هو من بعد ما طاب اللحم شحرته شويه في داك ليدام ديالو اللي كيطلق صافي، وحطيناه زدنا معاه شويه شلاضه وحطيناه هي شليطه كتشوفوا فيها. بالنسبه للوقت راه حتى ياخذ شويه الوقت. الا كان اللحم كبير، الا كان اللحم صغير راه من بعد نص ساعه كتبداي تحسبي شحال بحال هكاك، ساعه الا ربع ساعه على حساب اللحم. انا دابا هز ليا ساعتين ديال الطياب.